السلام عليكم اعزائي المتابعين، معكم الناشط المدني مصطفى العراقي رئيس فريق صحتك التطوعية. فقدان نعمة البصر يعني فقدان نعمة الحياة. بعد اكتمال اجراء الفحوصات الطبية للطفلة اليتيمة عفاف من قضاء الشرقات تبين ان تعاني من جرثومة داخل عينها. الان هي داخل صالة العمليات تحت اشراف الدكتور محمد عباس الشهداني في مجمع الباشا مدينة كركوك. تحياتي لكم. تم بحمد الله اكتمال العملية. حاليا مريضة يتمتع بصحة جيدة. من مجمع الباشا من مدينة كركوك، اليوم أكملنا مبادرتنا مع الطفلة عفاف، أجرينا لها العملية، كفلنا كل شيء الحمد لله، وانتظروا